ناس الخير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة فضاء ليلى. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم تحلية الباناكوطا اللي هي غنية عن التعريف. كتجي الصراحة باردة منعشة وصحية، يعني ما فيهاش شي مكونات اللي هما خارجين على المألوف. غير الكريمة ما فيهاش لا كريم فريش، يعني القشطة الطرية والحليب. كتجي الصراحة رائعة. وجدوها بالليل اللي كان عندكم الضياف، وجدوها بالليل والصباح قدموها بالصحة والراحة. نبداو على بركة الله. اول مرحله كناخذ 4 ديال الوراق ديال الجيلاتين، كنبردهم اولا كنرطبهم في واحد الماء بارد وفي واحد المقله. كناخذ 400 مليلتر ديال الحليب و400 مليلتر ديال القشطه الطريه، 4 المعالق كبار ديال السكر وواحد الفاني. انا هنا درت الفاني عواد. صافي غادي نديرهم فوق النار حتى كتطلع فيهم الغليه، ماشي كيفيضوا، غير تبدا فيهم الغليه كنطفي عليهم. انا نصفيهم، انا مضطره نصفيهم باش نحيد ليهم هذوك العواد ديال الفاني. وهنايا كنزيد هادوك 4 ديال الورق ديال الجيلاتين اللي عصرت مزيان من داك الماء البارد، وكنخلط مزيان حتى كنتاكد بان داك الجيلاتين داب كله. صافي وكندوز نوزعو في الكؤوس الفرديه اللي عندكم. صافي كنوزعوهم بالتساوي، الكميه كلها كنفرقها في الكيسان وكنخليها حتى كتدفى فوق سطح العمل، وكندخلها للثلاجه. ملي كندخلها الثلاجه وكنتاكد بانها تماسكات وشدات راسها، عاد كنوجد الكولي. بالنسبه للكولي هنايا عندي تقريبا واحد 300 غرام ديال الفرomبواز اللي شريته جامد. زدت معاه واحد 3 المعالق كبار ديال السكر الخشي، لان لي فرomبواز كيكونوا حامضين، وزدت معاه واحد نص حامضه معصوره. وغادي نديرو فوق النار يغلي. هنايا خديت 2 وراق ديال الجيلاتين رطبتهم في الماء ونخليهم حتى يرطبوا على خاطرهم. وفي هذه المرحله غادي نطحن شي شويه هذاك الفرomبواز من بعد ما غلا، وغادي نصفيه من دوك العظام وغادي نردو يسخن مزيان. علاش؟ باش نقدر ندوب فيه هذوك الوراق ديال الجيلاتين. صفيت هذيك كما قلت لكم، صفيت هذاك الكوليه الفرomبواز، حيدت ليه دوك العظيمات، رديته فوق النار حتى غلا واحد الغليه، وزدت ليه هذوك 2 وريقات ديال الجيلاتين وغادي نخليه حتى يدفى. الوقت اللي غادي نتاكد بان هذيك الباناكوطا شدات راسها، عاد غادي نخرجها وغادي نوزع عليه هذاك الكولي ديال الفرomبواز بالتساوي، وغنخليه حتى كيدفى حتى هو بدورو. عاد ندخلو للثلاجه يشد راسو ويتماسك مزيان، وكنقدموه بالصحه والراحه. في هذه المرحله بركه. انا بالنسبه ليا زدت زينته بلا كريم شونتيي، على حقاش كانت بقات ليا شويه ديال لا كريم من واحد لا تارت لي صوت، ما بغيتش نضيع فيه، داكشي علاش زينته بهذيك لا شونتيي. مي نتوما ما تحتاجوش، غتقدموا غير في هذه المرحله هذه، راه كيجي تبارك الله لذيذ وبنين. زينتها بديك الشونتيي ورديتها للثلاجه باش تبرد مزيان، وكنقدموها بالصحه والراحه. وكتبقى الباناكوطا هي اسهل تحليه تقدروا توجدوا. يعني في الدقيقه 90 توجدوها كما قلت لكم في اخر لحظه، وديروها تبرد في الثلاجه، راه دغيا كتوجد دغيا كتماسك، كتجي صراحه بنينه ولذيذه. تقدروا تخليوها غير البيضه هكاك صافي وتقدموها مع دي فخوي من الفوق، كتجي بنينه وصحيه وما فيهاش شي مكونات اللي معقدين. وكنتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم ويكون الاستحسان ديالكم. جربوها راكم ما غاديش تندموا، وردوا عليا الاخبار. خليت لكم الراحه ونتمنى نتلاقى بكم في فيديو قادم بحول الله.